السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني. احنا النهارده هنعمل مع بعض وصفه جديده ومختلفه. اول مره هتشوفوها على اليوتيوب. هنعمل اكله اسمها القنبله. هنشوف هتتعمل ازاي. المكونات بتاعتنا ومقاديرنا هنقولها واحنا شغالين، بس انا حابه اعرفكم هنا ايه اللي معانا الاول. احنا معانا هنا فراخ ستريبس، دي برضو احنا عاملينها، وهنزل لكم المقادير بتاعتها في صندوق الوصف، وهعملها برضو معاكم في فيديو. ومعايا هنا سوسيس وزيتون وبسطرمه وجبنه شيدر ولحمه مدخن وجبنه رومي. يلا نشوف بقى مقاديرنا. وده دقيق وزبادي. يلا نعمل مع بعض المكونات بتاعتنا. بصوا يا حبايبي، احنا هنا معانا 4 كوبايات دقيق انا نخليهم. ماشي، هنحط عليهم ذره من الملح بسيطه كده. هنحط ربع معلقه كبيره من البيكنج باودر، احط كوبايه زبادي، واحط خل، يعني مقدار كده نص معلقه خل. بسم الله. وهنحط 3 معالق زيت زيتون، بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب بقى المكونات دي كده مع بعض، وانا حاطه الخميره مجهزاها اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كفايه. هنحتاج بقى ميه دافيه، نجيب ميه دافيه ونلم العجينه مع بعض وارجع لكم. حبايبي بقى دي ميه دافيه، نحط كده. هنقعد نزود ميه دافيه لحد ما تلم. شويه صغيرين مش كتير. بس حبايبي انا عجنتها اهيت، وحطيت لها تاني معلقتين زيت زيتون. انا المفروض ان انا كنت حطيت زيت الزيتون دوت في الاخر بعد ما عجنت فيها، بس انا نسيت وحطيته في الاول، فاضطريت ان انا احط تاني معلقتين. هي لمت نفسها ازاي. بصوا انا عايزاها تبقى بايه، طريه كده، بتلزق على خفيف. انا مدفيه الفرن، هغطيها بقى وهدخلها الفرن واسيبها تخمر، وما تخمر هنرجع بقى نشوف هنعمل ايه فيها. بصوا حبايبي العجينه اهي معايا، بسم الله ما شاء الله. شايفين خمرت ازاي؟ بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده. كوره قبل ما اخد الكوره ارش الاول على الخامه هنا رشه كده من الدقيق. بصوا حبايبي بقى هي العجينه بنتي هتفردها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا احنا فردناها اهي في الصينيه،
نعملها كده بالشوكه علشان خاطر هي هتتنفخ ما تعلاش. الصلصه ديت بالفرشه، دي صلصه البيتزا. حط طبعا شويه زيت وثوم. عملنا قبل كده. ايوه اقول لهم برضو الطريقه. حط معلقه زيت صغيره عليها معلقه ثوم، يتبلوا في الزيت بعد ما يسخن. وبعد كده نروح نحط معاهم الزعتر وروزماري، نروح حاطين عليهم معلقه صلصه وملح وفلفل اسود بس، ونسيبهم يسخنوا شويه مع بعض على النار. هنرص بقى المكونات بتاعتنا بتاعت القنبله. ثانيا اول هنحط جبنه موتزاريلا، عشان ما تحرقوش في الصينيه. نحط حبه حلوين كده. بعدين هنحط جبنه شيدر، ولا تخلي الشيدر، حط البسطرمه الاول. اتوصي بالبسطرمه. انا بعشق البسطرمه عشان ما تحدقهاش. لا هي اللي مش حادقه، شايله منها الطول. انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان هي بتطلع طعمها تحفه، بتبقى جميله قوي. اسماء اتوصي بيا. اعمل ايه؟ اتوصي بيا عشان دي بتاعتي انا، عشان مش هستنى ان انت تكملي الباقيين عشان انا جعانه. هحط كل واحده والله زي بعض. على فكره انا قطعت فلفل حراق. هحطهولك دلوقتي. بس انا هحط الخضار. حط زيتون، مش عايزه فلفل رومي بقى، ده بدل الفلفل الرومي. ماشي. ده الكريسبي بتاعنا. هي قنبله فعلا يعني، ما شاء الله المكونات بتبقى كتيره قوي فيها، فبتبقى حلوه قوي قوي. دي صوابع جبنه موتزاريلا مقطعينها قطع برضو. ده اللحم المدخن قطعناه. هنحط تاني جبنه شيدر على الوش. طماطم مش كتير بقى الطماطم. عشان مش عايزه طماطم كتير. بصوا بقى، ودول شويه شطه عشان انا عايزاها سبايسي. حطي تاني شطه. دي انا هاكلها انا واسماء، احنا الاتنين بنعشق الشطه هنا في البيت. حط تاني. انا لو عليا اهو. استنى، ممكن تحطي شويه موتزاريلا تاني قبل ما تقفلي. هاتيلي من اللي هي الصوابع. انت عايزه رومي صح؟ رومي والموتزاريلا الصوابع، مش عايزه الموتزاريلا مبشوره.
كده تاخدي حقك وحق غيرك. ها معلش. تاني بس كفايه عشان ما تقوليش خدت حق غيرك يا ستي، طلع لهم غيرها. على فكره الطبق مليان. طلعي ماشي. طيب يلا قفلي. بصوا بقى احنا عاملين عجينه تانية فردين نفردها كده. فردينها هنقفل بيها. اللي فوق بتبقى ارفع من اللي تحت. ما قفلتش، قولي بقى حطي لي دي قبل ما تقفلي. صبر الموتزاريلا كتير. افتحي. يلا قفلي. طبعا بقى اللي حابب يقلل حاجه من المكونات بتاعتها يقلل، اللي حابب يزود حاجه يحبب، كله يعني كل واحد حسب ما بيحب يا جماعه. بس عايزه اقول لكم هي تحفه. بنقفلها بقى. هندخلها بقى الفرن. الأطراف. بس الاول هندهن وشها صح. هجهز لك البيض. احنا حاطين هنا شويه بيض على ملح وفلفل اسود. ندهن الوش بتاعها وهنركنها شويه على جنب طبعا تخمر شويه قبل ما تدخل الفرن. هي العجينه بسم الله ما شاء الله خمرانه برضو كويسه. مش محتاجه انها تخمر بره، احنا خلاص دهنا البيض. وانتي حطيتي صلصه على البيض ده؟ الفرشه مطرحه صلصه، فقلت عادي دي حاجه حلوه يعني. انا عماله اقول هو لونه محمر ليه، ما خدتش بالي. ادهني هنا الجناب. بس بقى هنرش على الوش كده شويه حبه البركه. كتري منها عشان انا بحبها. اللي ما بيحبش حبه البركه يا جماعه سمسم. يحط. بس حبايبي بقى احنا قفلناها اهيت وحطينا على وشها بيض دهناها بيه وحطينا حبه البركه. اللي حابب يحطه يحطه، مش حابه يحط سمسم، بس هي بحبه البركه بتبقى حلوه قوي. هتقعد في الفرن من 10 دقايق ل 15 دقيقه. هندخلها الفرن واوريها لكم وهي خارجه، وهنكمل بقى بقيه العجينه. معانا كذا واحده تانية نعمل يعني 4 كوبايات دي هيعملوا معانا ان شاء الله 3 وحدات زي ديت. دي اول واحده، هنعمل 2 تانيين. بس حبايبي احنا طلعنا اول واحده اهيت من الفرن. بصوا شايفين شكلها ومنظرها، مش هنا عليها اقطعها الصراحه. بصوا طريه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي بتقعد في الفرن من 10 دقايق لربع ساعه، كل واحد حسب الفرن بتاعه. ريحه الفلفل ايه طالعه يا اسماء، حريقه والشطه بجد؟ والله ريحتها حريقه. ده انا قلت عشان كبير مش هيبقى حراق. قطعي مثلث كمان لما بصوا شايفين الشكل من جوه عامل ازاي. بصوا عايزه اوريكم بقى الموتزاريلا. شايفين المنظر تحفه تحفه بجد. عايزاكم تجربوها. بصوا العجينه بقى خطيره. شايفين العجينه هشه ازاي. بصوا المنظر. والاحمرار ده بسبب الزيت. زيت الزيتون اللي احنا حطينا فيها جميله. اتمنى ان انتوا تجربوها، وما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من سفرة لولا. احنا ال4 كوبايات دقيق عملوا معانا 3 من ديت، في 2 في الفرن. يلا نقول لكم باي باي بقى عشان احنا الصراحه مش قادرين نستنى، هنروح ناكل. يلا السلام عليكم.